ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. بعد هذا الخطاب ب24 ساعة فقط تم اغتيال الملك الذي أذل الغرب. فالغرب الذي لم يذل ولم يهان منذ الحرب العالمية الثانية، كان الملك فيصل قادرا على إذلاله وإخضاعه بشكل لم يتصوروه الأمريكان وأوروبا. إنه أسد العرب، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الملك الثالث للمملكة العربية السعودية. تولى الحكم عام 1964 بعد عزل أخيه الملك سعود بن عبد العزيز بسبب أمراضه. كان يكره لقب الملك وطالب بعدم مناداته به. كان يرفض حياة البذخ التي يتمتع بها الملك، ويلبس ملابسا عادية مثل عامة الشعب، ويأكل مما يأكله شعبه، ويركب في سيارته الخاصة بجانب السائق الذي أصبح بمثابة صديق له. حقق تنمية كبرى في السعودية في كافة المجالات بعد أن كانت صحراء كبرى، وبدأ في كتابة اسم السعودية كدولة قوية كبرى في الشرق الأوسط. ولكن ما فعله في حرب أكتوبر غير خريطة العالم للأبد. ففي الوقت الذي كانت تنظر فيه أمريكا للشرق الأوسط وكأنه تابع ضعيف للغرب، صدمهم الملك فيصل بما لم يتصوروه يوما ما. حينما بدأت الحرب صرح الملك فيصل أن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، ليعلن حظر النفط عن الغرب هو والدول العربية، ليتسبب في صدمة أمريكا والغرب. وتعلن منظمة أوبك التي تستحوذ على نصف إنتاج النفط في العالم رسميا، وتحذر أوبك أنها ستحظر تصدير النفط لأي دولة تساعد وتدعم إسرائيل. تخيل أن يقوم العالم بحظر إسرائيل ومن يدعمها، وتحدث أزمة الطاقة العالمية، وترتفع أسعار النفط في دول الغرب بشكل جنوني، حتى أن الغرب تركوا سياراتهم وبدأوا في استخدام الخيول بدلا من السيارات والعربات التي تجرها الأحصنة، وترتفع أسعار كل شيء، وتصبح الحكومة والرئاسة الأمريكية في وضع حساس خوفا من ثورة الشعب عليهم، وتبتعد الولايات المتحدة الأمركية عن التدخل في حرب أكتوبر ومساعدة إسرائيل، لتسجل مصر فوزا كاسحا على العدو الإسرائيلي. ففي لقاء لوزير الخارجية كيسنجر مع الملك سعود حينما زار المملكة إبان حرب أكتوبر، نظر كيسنجر للملك مازحا قائلا: طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب نفاذ الوقود، فهل تأمر جلالتك بتموينها؟ وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة. لم يبتسم الملك وأرمقه بنظرة احتقار باردة قائلا: وأنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي في المسجد الأقصى، فهل تساعدني لتحقيق هذا الحلم؟ الملك فيصل رفض الاعتراف بإسرائيل، بل أنه كان يدعم ويمول جيوش المنطقة بأموال النفط لتكون جيوشا قوية قادرة على سحق إسرائيل. لم يكن يخاف أن يبرز عداءه وكرهه لها منذ أن كان بعمر 20، بل أنه الملك الوحيد والشخص الوحيد في التاريخ الذي استطاع عزل إسرائيل إبان حرب أكتوبر المجيدة، ومن أقواله الخالدة دعما لفلسطين: إن ما يحل بالشعب العربي الفلسطيني من ظلم وعدوان لا مثيل له في التاريخ حتى في العهود المظلمة، فلقد شرد شعب كامل من أرضه ووطنه لإحلال شعب آخر مكانه. وقد ناشدت الدول العربية الضمير العالمي زهاء ربع قرن لإحقاق الحق ورفع الظلم عنها، ولكن لم يستجب لتوسلاتنا، مما اضطررها لحمل السلاح دفاعا عن حقها وأراضيها ومقدساتها. رحم الله أسد العرب الملك فيصل.